ما تنساش ان في 2010 الناس شافت ان انيستا يستحق الجايزه، لكن ميسي خدها وده اثار جدل كبير. وفي 2020 ليفاندوفسكي عمل موسم خرافي والجايزه اتلغت بسبب كورونا. احيانا الاعلام بيركز على لاعب معين وده بيخلق جدل قبل الحفل. المحللين بيقولوا ان ديمبلي عنده الافضليه لانه كان جزء من فريق نجح بكل البطولات الكبيره، لكن يامال رغم ادائه القوي برضه ما عندوش نفس وزن البطولات الاوروبيه. صلاح ما جاش عشان هو اتواجد في القائمة تقدير لأرقامه الفردية، لكن غياب البطولات الكبيرة والمنافسة الشرسة طبعا ده غير الإعلام خلاه بعيد عن اللقب. لجنة التصويت بتميل تركز على الوجوه الجديدة، وصلاح مش في الشهرة الإعلامية زي زمان. البالون دور مش مجرد جايزة، ده رمز للمهارة والشهرة وأحيانا الغموض. أول فائز بالبالون دور كان ستانلي ماسيوس، وخدها مش بس على أساس البطولات لكن على الأداء والإبداع في اللعب. في معلومات واقعية بتدعم فوز ديمبلي، إنما نقط الجدل الواقعية لامين يامال كان منافس قوي جدا، والانتقادات ان الجايزه بتعتمد على مين بيكسب اكتر مش بتعتمد على دايما مين الافضل.